السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله روتين حلو جدا، روتين النشاط والبركة كده. تعالوا هنقضي مع بعض كده روتين يوم الجمعة. ان شاء الله روتين النهاردة هيعجبكم جدا جدا وهينور رضاكم، وهنقضي يوم شتوي كده حلو جدا مع بعض ان شاء الله. فالنهاردة الروتين حلو قوي قوي، ان شاء الله تتحمسي منه كده وتاخدي طاقة إيجابية وتقومي كده تتنشطي، ولو انتِ وراكِ حاجة تقومي تعمليها. وطبعًا الكرنب اليومين دول كتير جدًا جدًا، تقدري إن انتِ كمان تعمليه وتخزنيه لرمضان، سهل جدًا وطريقته سهلة وبسيطة جدًا جدًا وما تقلقيش منه خالص. في ناس كتير بتجربه وبتقول إن هو بيجلد منها، ولكن لأ، هو مش بيجلد خالص خالص. معايا سبحان الله أنا باعمله بطريقة سهلة وبسيطة وبيطلع تحفة تحفة وجميل جدًا، ولو قعد معاكِ سنة في الفريزر مش بيحصل له حاجة خالص خالص. فإن شاء الله بأمر الله كده كمّلي معايا الفيديو كده للآخر، بس ما تنسيش أول حاجة تحطّي لايك لو أنتِ لسه ما حطيتيش، وتشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيني. يسعدني ويشرّفني اشتراكِك أكيد، وتسيبي لي كومنت قمر زيِّك كده وتقولي لي إن أنتِ جديدة معايا في القناة عشان أرحّب بيكِ وتنضمي لعيلتنا كده الصغنونة دي، وتبقي أخت كده من أخواتي إن شاء الله. وبالنسبة اللي أول مرة يشوف قناتي، دي يا بنات قناة روتينات كده ووصفات، وقناة حلوة جدًا متنوعة إن شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم. ودي مش أول قناة ليّا يا بنات، دي تالت قناة ليّا طبعًا. الحمد لله ما حالفنيش الحظ في القنوات اللي فاتت، ولكن إن شاء الله أنا يعني إن شاء الله خير. وأنا يعني نِفْسي كده إن شاء الله القناة دي يحالفني الحظ فيها وتعوّضني خير عن القنوات اللي فاتوا بأمر الله، وتبقى أحسن من القنوات اللي فاتت. فطبعًا ده هيبقى بفضل ربنا عليَّ، ثم دعمكم ليّا يا بنات. ما تنسوش بقى تدعموني وتكمّلي الفيديو للآخر وتقضّي معايا اليوم الجميل ده. إن شاء الله الفيديو النهارده هيعجبكم، كلّه نشاط وطاقة إيجابية وتتحمسي منه كده وتتنشطي إن شاء الله، وهنتكلم فيه في تفاصيل كتيرة جدًا جدًا. إن شاء الله هيعجبكم وينول رضاكم. تعالوا يا بنات كده أول حاجة نردد الدعاء ده. الدعاء ده حلو جدًا جدًا، ده دعاء كده شامل كده للرزق، لو حد نِفْسه إن ربنا يوسّع رزقه أو أي حاجة. فالدعاء ده حلو جدًا جدًا. تعالوا كده في بداية الفيديو نردد الدعاء ده مع بعض كده ونأمِّن عليه. يمكن يكون ربنا كده يعني يكون يمكن تكون ساعة استجابة كده، وربنا إن شاء الله يتقبّل دعائنا كلنا ويحقق لنا كل حاجة بنتمناها. فأنا عايزة إن شاء الله بأمر الله في كل فيديو كده نبدأ الفيديو كده بدعاء حلو كده، لعل الله يكون يعني يتقبّل دعائنا فيها وتكون ساعة استجابة ربنا يتقبّل دعائنا إن شاء الله. والأيام دي يا بنات أيام رزق وخير وبركة وكل حاجة حلوة، يعني إن شاء الله الدعاء فيها مستجاب. فتعالوا كده إن شاء الله في كل فيديو كده نقول دعاء يعني ونردده كلنا مع بعض كده، وإن شاء الله بأمر الله ربنا يحقق لنا كل حاجة إحنا نفسنا فيها. يالّا يا بنات ده كده أول حاجة، ده دعاء كده للرزق كده ولزيادة الرزق إن شاء الله. فقولوا معايا كده: اللهم يا رزاق يا كريم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه من غير تعب ولا مشقة، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم افتح لي أبواب رزقك ويسر لي طريقي، وبارك لي في مالي وأعمالي، ووفقني لما تحب وترضى. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه. اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، واجعل لي من كل هَمٍ فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقني من واسع فضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم آمين يا رب العالمين. طبعًا يا بنات في بداية الدعاء طبعًا الأول بنحمد ربنا ونثني عليه، دي أول حاجة، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد كده تقولي الدعاء وتدعي كل حاجة نفسك فيها، وتختمي الدعاء برضه بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن شاء الله بأمر الله يكون الدعاء فيها مستجاب. وفي نقطة عايزة أكلمكم فيها يا بنات: ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء من قلب غافل. فأول حاجة لازم يكون انت قلبك مع ربنا سبحانه وتعالى، وانت بتدعي كده يكون قلبك مع ربنا، ويكون عندك يقين في الله بأن ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك دعائك ويحقق لك كل حاجة انت بتتمنيها. فدي إن شاء الله بعدها بأمر الله يكون دعائك فيها مستجاب. فما ينفعش إن انت يكون بترددي بلسانك وخلاص وعايزة دعائك فيها يكون مستجاب. فدي من أساسيات استجابة الدعاء، إن أول حاجة لازم قلبك يكون مع ربنا
سبحانه وتعالى، وتحمدي ربنا وتثني عليه في البداية وتصلي على النبي طبعا، وتختمي برضو بالصلاة على النبي، وإن شاء الله دعائك فيها يكون مستجاب وربنا يتقبل دعائنا إن شاء الله وصالح أعمالنا. ما تنسوش يا بنات إن احنا في أيام مباركة اليومين دول، واحنا خلاص داخلين على شعبان وخلاص قرّبنا ورمضان خلاص على الأبواب. اللهم بلّغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلّغنا رمضان وإحنا في أتم صحة وأحسن حال يا رب العالمين. ادعوا دعاء كتير جدًا، جدًا، وكل حاجة نِفسكم فيها ادعوا فيها، إن شاء الله ربنا يتقبّل دعائكم وصالح أعمالكم، وحاولوا إن أنتم يا بنات تكتّروا فيها من الأعمال الصالحة مثلًا من الصيام، من الزكاة، يعني طلّعوا فلوس على قد ما تقدروا، لو حتى مش قادرين بفلوس ممكن بطعام، بأكل، بأي حاجة، يعني أكثروا فيها من الحسنات اليومين دول، لإن الحسنات مضاعفة، والذنوب كمان فيها في الأيام دي برضه يا بنات بتبقى مضاعفة. فنحاول إن إحنا قد ما نقدر نكسر كده من الحسنات، ونكسر كده من الأعمال الصالحة، ونجعلها كده إنها تبقى قربة لربنا سبحانه وتعالى. يعني اعملوا الخير يا بنات بنية إن انتوا تتقربوا لربنا سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ربنا كده يعني يجعل لكم نصيب في الخير، ويحقق لكم كل حاجة نفسكم فيها، ويديكم طبعا إن شاء الله حسنات وأجر كبير بأمر الله. هنا يا بنات كنت كده قلت أعمل كده محشي كده، كنت جبت كرنباية كده ما شاء الله عملتها وقورتها زي ما انتم شايفين، كانت جميلة جدًا، جدًا، وكانت مسكّرة أوي بصراحة. كنت محتارة في اليوم ده وكان نفسنا بصراحة في المحشي بقى لنا كتير ما كناش كلناه، فجبت الكرنباية كده وسلقتها، باحط كده في المَيّة معلقة ملح صغيرة مش كبيرة يعني عشان خاطر الكرنب معاكِ ما يبقاش حادق، وطبعًا لو عندِك كمون بتحطي رشة كمون كمان في قلب المَيّة، وتبدئي إن أنتِ يا دوبك أنتِ بتنزّلي الكرنباية مش بتاخد منِّك وقت خالص. ليه يا ولاء قعدتِ تفصصي في الكرنباية كده في الأول؟ لإن يا بنات عندي الحلة صغيرة مش هتاخد الكرنباية كلها، عشان كده فصصت منها شوية حلوين، قُلت إن أنا أعملهم الأول يعني، وبعد كده أنزل بقى ببقية الكرنباية في المَيّة كده، وأبدأ إن أنا أسلقها. لو عندِك طبعًا حلة كبيرة تاخد الكرنباية معاكِ بيبقى أفضل طبعًا كتير، ودي أفضل طريقة كمان لتقطيع الكرنب، سهلة جدًا وبسيطة. أنا بامسكها كده زي ما أنتم شايفين وباشيل العرق منها كده، وأبدأ إن أنا أعملها زي رول كده، وأبدأ إن أنا أقطعها، دي أسهل طريقة سهلة وسريعة جدًا، جدًا، بصراحة مش بتاخد أي وقت خالص، وهي في إيدي كده في ثانية باكون قطّعت الكرنباية، وسهلة وبسيطة خالص، خالص. وطبعًا الصلصة بتحطي فيها التوابل اللي تعجبِك، بتعمليها زي ما أنتِ عايزة بالضبط، على حسب ما أنتِ بتحبي، بس أهم حاجة إن أنتِ تدّي الرز كده تشويحة كده على النار، بيبقى حلو جدًا، جدًا معاكِ بصراحة، وبيدّي طعم حلو جدًا كمان. وسِبت معلقتين صلصة كده على جنب، وقُلت عشان خاطر أبقى أحطهم كده على وش المحشي، بيخلّي المحشي أحمر كده وحلو جدًا. يعني وأنتِ بتعملي الصلصة بتاعتِك ابدئي إن أنتِ شيلي معلقتين من الصلصة وحطيها كده على جنب، بحيث إن أنتِ أمّا تيجي تسوّي المحشي تحطيها كده على الوش كده، يعني تزوّدي شوربة وتحطيها على الوش تسقي بيها المحشي، بتبقى حلوة جدًا، جدًا، بتدّي طعم حلو، وكمان بتخلّي المحشي أحمر كده معاكِ وشكله حلو جدًا ويفتح النِفس. طبعًا أنا كده قطّعت الكرنب بتاعي، وبعد كده هابدأ إن أنا أجهّز الخلطة بتاعتي، كنت أنا عاملاها على النار. نصيحة تانية يا بنات، الخضرة بلاش تحطوها وتقلّبوها على النار، استنوا لمّا تطفوا خالص، وبعد كده ابدأوا حطّوا الخضرة وابدأوا قلّبوا الرز معاكم أو الخلطة معاكم، بتبقى أحسن كتير، وبتبدأ يعني بتفضل الخضرة معاكم فريش كده، وبتبقى حلوة جدًا، جدًا، زي ما أنتم شايفين كده. أنا قلّبت الرز حبّة حلوين على النار، وبعد كده بعد ما طفيت خالص وشِلت الحلة، بدأت إن أنا أحط الخضرة معايا وأبدأ إن أنا أقلّبها، عشان الخضرة ما تموتش معاكِ وتبقى دبلانة وتفقد القيمة الغذائية بتاعتها كمان. بصوا بقى كده معايا الرز ما شاء الله متشفت خالص، لان انا اديته تشويحتين كده على النار، بقى جميل كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. حتى لو فاض منك شويه رز وجيتي عينتيهم في التلاجة مش بيجرى لهم حاجه خالص، خالص، لان الرز معاكي ناشف ومش فيه ميه خالص. المهم ان هو ما يكونش في سوائل خالص معاكي عشان ما يبص بسرعه معاكي في التلاجة. تقدري ان انت الكميه اللي تفيض منك تحطيها في علبه وتقفليها، بس يكون ليها غطاها يعني، وتقفليها في التلاجة، مش بيحصل لها حاجه خالص. انا يا بنات الرز اللي بيفيد مني بصراحه بنحبه جدا، جدا. انا بقطع عليه بطاطايه كده وبسويه كده في شويه شوربه كده على النار، او شويه مرقه يعني، او ميه، مرقه دجاج، اي حاجه، بيطلع طعمه تحفه، تحفه، وبنحبه جدا، جدا بصراحه، وبيطلع مفلفل وجميل جدا معاكي. انا فضيت كده بقيه الخضره بتاعتي، قلت عشان خاطر ان شاء الله عايزه احطها بس في كيس وعينها في الفريزر، بتنفعني جدا، جدا. وانتوا عارفين طبعا يا بنات الخضره اليومين دول ما شاء الله كتيره، ف
حطوا منها كده في أكياس وعينوها في الفريزر، بتنفعِك بقى في أي حاجة تبقي محتاجة فيها خضرة، بتلاقيها معاكِ في الفريزر جميلة جدًا، جدًا، وبتقعد معاكِ فترة طويلة مش بيحصل لها حاجة، بس أهم حاجة تعينيها في الفريزر وهي ناشفة معاكِ من المَيّة، ما يكونش فيها برضه سوايل، تكوني غاسلاها ومنشفاها كويس جدًا، عينيها بقى في الفريزر في أكياس على قد ما أنتِ عايزة، مش بيحصل لها حاجة خالص، خالص، تنفعِك بقى في حاجات كتيرة أوي، 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 وأنتم عارفين طبعًا الفترة اللي فاتت دي في الصيف الخضرة كانت وصلت ل20 جنيه وأكتر من 20 جنيه كمان، وبال20 جنيه دول كانوا بيجيبوا لِك يعني ربطتين بالكتير أوي، وكل ربطة فيها حوالي عودين يعني، فبييجي عليها وقت كده بتبقى غالية جدًا، جدًا، فالحاجة دي بتنفع جدًا معاكِ بصراحة في الفريزر، بتطلّعيها بتنفع معاكِ جدًا، والكرنب كمان يا بنات اليومين دول حلو جدًا، جدًا، واليومين دول يومين تخزين الكرنب أصلًا، يعني تقدري إن أنتِ تخزّني الكرنب اليومين دول، لإن طعمه حلو جدًا ومسكّر وجميل، وأنتم عارفين على رمضان كده بتلاقوا بيبقى موسم طبعًا والحاجات دي بتغلى معانا جدًا والكرنب بيغلى والخضار بيغلى وكل حاجة بتغلى معانا، فطبعًا أنصحِك بشدة لو أنتِ عندِك deep freezer تقدري إن أنتِ تخزّني فيه الخضار والحاجات دي بصراحة بتنفع جدًا، جدًا، وبتقعد معاكِ فترة طويلة جدًا مش بيحصل لها حاجة خالص، ومن الحاجات الحلوة أوي، أوي بصراحة. فبدأت بقى كده إن أنا ألِف معاكم المحشي زي ما أنتم شايفين، هو سهل وبسيط جدًا طعمه حلو جدًا، وبصراحة هو يا بنات من الحاجات دلوقتي اللي بتتاكل أكتر، يعني تلاقوا إن إحنا بنميل أكتر للمحاشي والحاجات دي، لإنها من الحاجات اللي هي بصراحة بتدفّي جدًا، جدًا في الشتا، بنميل أكتر المحشي، بنميل ال العدس، بنميل للكشري، الحاجات دي بتبقى حلوة جدًا، جدًا، وإحنا بنحبها جدًا، جدًا في الشتا بصراحة، من الحاجات اللي بتدفّي وحلوة أوي، أوي، أوي. عمومًا يا بنات أصلًا الشتا عمومًا يعني بيشجّع جدًا على الأكل أصلًا، يعني معظمنا أو كلّنا مش معظمنا يعني، بنيجي في الشتا بنجوع جدًا، يعني بنبقى جعانين جدًا، جدًا. ف آآ الحاجات دي بقى بتبقى حلوة أوي، أوي في الشتا، يعني بتدفّي كده وبتبقى جميلة جدًا. هنا خلّصت الحلة بتاعتي وحطيت فيها كمان قرنين فلفل، حشيتهم برضه كده وحطيتهم بصراحة يا بنات باحب جدًا إن أنا في المحشي الكرنب إن أنا أحط فيه قرنين فلفل كده يستووا معاه، بصراحة بيدّي ريحة حلوة جدًا، جدًا للمحشي كده وهو بيستوي، بيخلّي ريحته حلوة أوي، 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 وبيدّي له طعم حلو جدًا بصراحة كمان. هنا بقى معلقتين الصلصة اللي قُلت لكم عليهم كنت عايناهم على جنب، بدأت إن أنا أحط فيها كده الشوربة، وهابدأ إن أنا أسقي المحشي بتاعي بالصلصة دي والشوربة، يخلّي المحشي بقى بيطلع معاكِ كده أحمر وحلو جدًا، بادّيها كمان معلقتين كده من الزيت على الوش، وقبل خلاص بقى ما أطفي يعني يبقى خلاص بقى المحشي كده بيتشرّب معايا، بعد ما يتشرّب تمامًا ويبقى خلاص بقى بيتردد كده، بابدأ إن أنا أحط عليه كده معلقة سمنة بلدي من على الوش، بتنقل المحشي يا بنات في حتة تانية خالص، خالص. بتخلّيه طعمه خطير وبتخلّيه ريحته حلوة أوي، أوي، أوي. جرّبوا التركاية دي إن شاء الله هتفرق معاكم جدًا. هنا بقى هاعمل خلطة حلوة أوي، أوي، أوي للفراخ لمّا تيجي تدخّليها الفرن. حطيت كده بصلاية وطماطميتين وحطيت كمان قرن فلفل أخضر، وكل ده كده أنا بابدأ إن أنا أضربه كده في الخلاط أو في الكبة زي ما أنتم شايفين. على حسب الخلاط بينعّم، الكبة بتخلّيه كده إيه، لأ خِشِن شوية فاهمينّي؟ فعلى حسب اللي أنتم عايزينه. هنا الكبة عملت كده وفرمت كده زي ما أنتم شايفين وبعد كده هاحُط بقى عليهم دلوقتي فلفل أسود وبهارات وشوية ملح كده وكمون بقى وشوية بهارات يعني، وهابدأ إن أنا أحُط كمان معلقتين من الزيت عليها وابدأ إن أنا أحط كده على الفراخ الخلطة الجميلة دي، وأحط كده في أرض الصينية برضه، وبعد كده هادخّلها بقى الفرن تاخد كده الأول تشميعة كده، والخضار يبدأ إن هو يدبل كده ويكرمل معانا شوية، ونبدأ بعد كده إن إحنا نحطها على تحت الشواية ونشغّل الشواية عليها، طعمها بيبقى حلو جدًا، جدًا، والخضار ده بيبقى طعمه خطير بجد في الصينية مع الفراخ بيبقى طعمه حلو أوي، أوي، أوي. فالخلطة دي حلوة جدًا، جدًا، اعملوها يا بنات واعتمدوها كده سواء قُلت لِك في الخلاط أو في الكبة على حسب ما أنتِ عايزاه، لو أنتِ عايزاها خشنة شوية في الكبة، لو أنتِ عايزاها ناعمة عن كده بتبقى في الخلاط، وتبدئي إن أنتِ تنزلي بيها كده، بتبقى حلوة جدًا، 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 وطعمها بيبقى جميل جدًا، جدًا مع الفراخ. هنا طبعًا باحط التوابل أو البهارات اللي أنا عايزاها، فعملتها كده زي ما أنتم شايفين وحطيت معاه شوية زيت زي ما قُلت لكم، ودول كده شوية دُقّة عبارة عن ملح وكمون وكزبرة ناشفة، فحطيت كده زي ما أنتم شايفين وحدّقتها بقى كويس جدًا، جدًا، وهابدأ إن أنا أحط بقى على الفراخ بتاعتي وأدخّلها الفرن زي ما قُلت لكم، وكمان
كان نفسي بصراحة أعمل شوية بقى لسان عصفور كده أو أعمل شوية ملوخية، بس بصراحة يعني أنا لو عملت ملوخية أو لسان عصفور بتتاكل والمحشي معايا مش بيتاكل، فأنا قُلت لأ أنا هاعمل المرّة دي الأكل زي ما هو كده وأحط شوية شوربة جنبه وخلاص، وإن شاء الله أنا كنت عاينة كده يعني أمّا باجي أعمل يابانات المحشي بالذات باعمل منه طَوّة صغيّرة كده وباعينها لتاني يوم، باقول بدل ما أعملها كلّها وأسوّيها ويفيض معايا المحشي بايت، طبعًا إحنا مش بنحبه بايت، لأ أنا أعمله يبقى سخن يبقى أحسن بكتير، فحشيت طَوّة كده وعينتها في التلاجة، وقُلت تاني يوم إن شاء الله أعملها وأسوّي جنبها بقى، يعمل جنبها شوية ملوخية كده، يعمل جنبها شوية مكرونة لسان عصفور، بس وقُلت يعني إكمنها صغيّرة شوية، فقُلت إيه يعني الملوخية أو اللسان عصفور ساعتها هيسند إيه، معاها شوية يعني. المهم هنا الأكل معايا كان استوى وبقى زي الفل، قُلت إن أنا أبدأ بقى كده إن أنا أغرف معاكم، فهاغرف كده الشوربة معايا وهابدأ إن أنا أغرف المحشي برضه، وهاطلّع دلوقتي معاكم الفراخ من الفرن وهتشوفوها معايا دلوقتي، ويبقى ده كده الغدا بتاعنا، غدا جميل جدًا، جدًا وبيدفّينا وحلو أوي، أوي وكلّنا بنحبه كمصريين أصلًا، ده الراعي الرسمي عندنا في الشتا أصلًا هو المحشي، جميع بقى أنواع المحاشي يعني، إن شاء الله بأمر الله رمضان جاي أهو هنعمل بقى محاشي وهنعمل يعني سُفرة ما شاء الله يعني، وهنعمل برضه شوية تجهيزات حلوين جدًا، جدًا، إن شاء الله هيقضّونا لرمضان، وتجهيزات هنعملها تنفعنا جدًا، جدًا لشهر رمضان إن شاء الله بأمر الله، وهتوفّر علينا وقت ومجهود، وهتوفّر علينا حاجات كتير جدًا إن شاء الله هاعمل معاكم وصفات حلوة أوي، أوي، أوي إن شاء الله هتعجبكم، و هتنفعنا جدًا إن شاء الله في رمضان. هنا المحشي معايا كان استوى بقى زي الفل، بدأت إن أنا أغرف المحشي كده معاكم زي ما أنتم شايفين أهو، كان جميل ما شاء الله وكان طعمه حلو جدًا، جدًا. اعملوها بس بالتركاية اللي قُلت لكم عليها في الآخر بتفرق جدًا، جدًا يا بنات في طعم المحشي بتوديه في حتة تانية خالص. هنا بقى غرفت المحشي والشوربة معانا والفراخ طلعت معانا زي ما أنتم شايفين، وكمان هنا حطيت بقى كده شوية مخلل، وكان ما شاء الله أكلة حلوة جدًا، جدًا، وما فيش أحلى من كده بصراحة، يعني أنا عن نفسي باحب المحشي جدًا ومن عشاق المحاشي بصراحة يا بنات، باحبه أكتر كمان من الطبيخ. خلّصنا بقى كل حاجة ودخلت كمان شطّبت المطبخ بتاعي وغسلت المواعين وكل حاجة معايا بقت زي الفل، ما شاء الله المطبخ بقى نضيف وزي الفل. وده كده منظر المطبخ معايا ما شاء الله بعد آخر اليوم غسلت المواعين اتحطت اهي اتصفت زي ما انتم شايفين وكل حاجة بقت نضيفة معايا والمطبخ بقى نضيف ما شاء الله عليه وبقى المطبخ زي الفل. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لايك على الفيديو وتشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيني وتكتبي لي رأيك في التعليقات كومنت قمر زيك كده وتقولي انك جديدة معايا في القناة عشان ارحب بيكي. وما تنسوش يا بنات تعملوا شير للفيديو وشير للقناة عشان توصل لأكبر عدد من الناس، واللي وصلت معايا لآخر الفيديو تكتب لي في التعليقات يا ولاء إحنا وصلنا معاكِ لآخر الفيديو، أشوفكم على خير في فيديو جديد.